السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. 5 ابتدائي. درس جمع وطرح الكسور. هو درس سهل جدا، مفيش كلام عليه كتير، بس فيه كام فكرة كده، تعال ندوس عليها بكل بساطة. لما اجي اقول لك 1 - ربع -خمس، هتيجي تطرح، تيجي تقول له انا هطرح عادي، هوحد المقامات. طيب الواحد هتعمل معاه ايه؟ بص، هقول لك بكل سهولة. اول حاجة احنا هنجيب الميم ميم ألف للمقامين دول، الأربعة والخمسة. طيب الميم ألف، انت المفروض انت شاطر بتعرف تجيبه. الميم ألف هيطلع كام؟ هيطلع 20. يبقى إذا المقام المشترك هيبقى 20. طيب حلو قوي. يعني أنا هكتب كده الربع ده هيبقى هنا 20 أهو، ناقص الخمس ده برضه هيبقى 20. طيب الأربعة ازاي أخليها 20؟ ضربناها في كام؟ ضربناها في 5. يبقى هضرب الواحد في 5 هيبقى 5. طب وهنا الخمسة ازاي هنخليها 20؟ ضربناها في 4. يبقى هضرب اللي فوق عليها برضه من فوق في 4. يبقى 4 كده اهو. طيب ناقص الواحد ده بقى. كل ما في الأمر الواحد ده أنا عايز أحوله لكسر زيهم. طيب الواحد ده ممكن نخليه كام؟ ممكن نقول 5 على 5، 6 على 5، 7 على 7، 8 على 8، 9 على 9، 10 على 10. أي عدد على نفسه يطلع واحد. خلاص ما تبقى ناصح كده وحط 20 على 20. بس كده بقت المقامات كلها زي بعض. يبقى هننزل 20 كده اهي المقام، ونقول 20 ناقص 5 15. 15 ناقص 4 يطلع كام؟ يطلع 11. وتخلص المسألة على كده. طيب سؤال تاني. هنا نفس الكلام. 2 ناقص 6 على 9 ناقص 1 على 3. طيب ممكن نعمل ايه ببساطة؟ برضو نفس الكلام. الميم ألف هنا هو 9. هنعمل ايه بقى؟ هنكتب 2 ناقص 6 على 9، مش هنعمل لها حاجة، خليها زي ما هي. هنا بقى الواحد على 3. التلاتة ازاي خليها 9؟ بان انا ضربتها في 3، يبقى فوق برضو هضرب في 3. طيب نعمل ايه بقى بعد كده؟ شوف بقى، هنا قدامك طريقتين. ممكن تعمل حركة حلوة قوي. اعمل الاتنين دي، اعمل مكانها شرطة كسر كده، واضرب التسعة في الاتنين. 2 في 9 بكام؟ ب18. اكتب 18 فوق كده، ونزل التسعة دي كده هنا. يبقى ده كده الكسر الأول. الاتنين هنحط مكانها 18 على 9، ناقص 6 على 9 تنزل، ناقص 3 على 9. بس نفذ الطرح بقى عادي جدا. 18 ناقص 6 يطلع كام؟ يطلع 12. 12 ناقص 3 يطلع كام؟ 12 ناقص 3 يطلع 9. يبقى يطلع 9 على 9 تساوي 1. سؤال تاني أخير. لما يجي يقولك 2 على 5 زائد ام يساوي 3 على 5، كل اللي هنعمله هنا نزل الام كده أهو بس، ونزل التلاتة على 5، وتيجي تبص دي زائد. دي زائد كده خلاص. يبقى قول 3 على 5 ناقص 2 على 5. يطلع الام بتساوي كام؟ 1 على 5. وتخلص المسألة على كده بكل سهولة. مهم جدا انك تتدرب على حل مسائل كتير من النوع ده.